السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة أخرى من حلقات جلسة مع فنان، هذا البرنامج الذي يفسح أبوابه في وجوه العديد من النجوم البارزة على الساحة الفنية الوطنية منها والعربية بصفة عامة. نستضيف لكم فنانا من الجهة الشمالية أو شمال المملكة المغربية، فنان تعلق بفن الهيت وكذلك بأغاني ري الشعبي، فنان يتقن العزف وكذلك مغني وكاتب وملحن. معنا اليوم الفنان ناجي الطلياني، ابن مدينة وزان، ولد سنة 1979 وأصبح مستقرا بمدينة شفشاون. غادي نخليكم في ورقة قصيرة للتعرف على فنان أو ضيف حلقة اليوم، ونعود معكم إلى برنامج. صحيح أنه أعاد عدة أغاني، لكنه أبدع فيها وتفنن وتميز وجلب لنفسه عدة عشاق وجماهير كبيرة. إنه الفنان الناجي الطلياني. السلام عليكم الأخ ناجي الطلياني، ومرحبا بك كضيف حلقة هذا البرنامج. أول سؤال، من هو الناجي الطلياني ومتى كانت البداية الفنية؟ السلام عليكم، معكم الفنان ناجي الطلياني. شكرا خويا سيمو طياش على البرنامج ديالك، وشكرا على الاستضافه. فيما يخص السؤال ديالك اللي طرحت عليا، فبالنسبه للفنان ناجي الطلياني هو ابن مدينه وزان، وتما خلقت تما كبرت. فمن بعد انتقلت لمدينه شفشاون ومقيم بمدينه شفشاون هذه مده طويله. فيما يخص بداية المشوار الفني ديالي، كانت البداية من 2007-2008، لكن بالنسبة للدور ديالي للجمهور على نطاق واسع من خلال اليوتيوب والسوشيال ميديا، فكانت في النهاية ديال 2018. شنو هي الأغنية اللي خلات الجمهور يتعرف على الأخ ناجي الطلياني في مسيرته الفنية، أو بالأحرى شنو هو العمل اللي كان ناجح في مشوارك الفني؟ الأغنية اللي تشهرت من خلالها بزاف ديال الأغاني، اللي أنا غير معبدهم، والحمد لله لقاو إقبال كبير بزاف. إلا بغيت نحدد لك، بغينا نقولوا يعني منهم انتسابي اللي في هذه الساعة هذه واصلة 6 مليون ونص اليوتيوب ديال المشاهدة. ثانية حيك الوردة اللي وصلت حاليا واصلة 2 مليون ونص في اليوتيوب. الثالثة الطيارة علاس اللي حتى هي تقريبا 2 مليون واصلة دابا. اللي هاد الاغاني هادو اللي انا غير معودهم، ماشي اغاني ديالي، ومن المنبر كنحيي مواليهم الاصليين، كنحييهم بزاف. طيب، كم عدد البومات في المشوار ديالك الفني؟ شحال عندك من الالبوم الاخ ناجي الطلياني؟ الاغاني ديالي اللي هما 5 الاغاني، منهم قل لي واش كتبغيني، ولا عينك في المال، ليلتنا مازال طويله، حلو الحدود نشوف غزالي، ضاع لي الحبيب ومشى البلاد بعيده، قصيت معاك يا حبيبي وصبرت انايا معاك. هادو كاملين الاغاني ديالي، يعني اغاني ديالي 100%، يعني 100% اغاني ديالي اللي انا كتبتهم وانا اللي لحنتهم بالمساعده ديال جمي اللي هو دي جي ياسين صاينو، اللي كنشكرهم هذا المنبر بزاف. سؤال الجمهور. رجاء أمريكا من فاس تقول: كيف تتم اختيار المواضيع الغنائية للفنان الناجي الطلياني؟ بالنسبة لاختيار المواضيع ديال الأغاني ديالي، اللي صراحة كنستوحي يعني جزء كبير من الجمهور خلال التواصل ديالو معايا في الماسنجر، في الواتساب، في التعاليق في اليوتيوب. وزيادة على ذلك بالنسبة للجمهور بزاف واحد النوع اللي كيحكي لي قصص ديالو، الظروف ديالو اللي كيعيشها، من خلالها
يعني كنستوحب بعض الكلمات اللي انا عليهم كنركب اغاني والحمد لله داكشي كيتكمل من عندي عاد حتى انا، والظروف اللي كنعيشها انا ولا الحالات اللي كنعيشها انا كنخرج منها داكشي. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى فقرة شهادات. غادي نخليكم شهادات. السلام خويا سيمو، معك دي جي ياسين صايم من مدينة شفشاون. بغيت نقول واحد الكلمة في حق الفنان ناجي الطلياني اللي هو الصديق ديالي والأخ ديالي والرفيق في العمل. تبارك الله، هو فنان واعد وفنان اللي كيتقن تقريبا جميع الستيلات، محبوب بزاف من عند الجمهور ديالو، ونتمنى له كل التوفيق في المسيرة الفنية ديالو. وشكرا على الاستضافة وأنك فكرتينا. تحياتي لك وكاع الجمهور ديالك، شكرا. السلام عليكم خويا ناجي الطلياني، انا كنتكلم معك بكل احترام وتقدير، وانا حس معك خوسي من مدينه مكناس. هذا واحد ديديكاس خاصه، وانا فرحت بزاف شفتك في واحد البرنامج ديال لسان فنان اللي هو مسو خويا سيمو الطياش. كنتمنى ليه التوفيق وكنتمنى ليه مسيره موفقه كذلك حتى هو. وكنقول لك خويا ناجي الطلياني انا معاك وديما معاك، ما توقفش، وكنتمنى لك مسيره موفقه حتى انت كذلك. وكنتمنى بغينا الآن من عندك مقطع صوتي، مقطع غنائي من اختيار الأخ ناجي الطلياني للجمهور الكريم في هذه الحلقة، حيث لا تعمل جلسة بدون أن نسمع الفن الجميل الذي تتقنه أنت الأخ ناجي. فلك الكلمة ولك كل التحية أولا. فنحن ننتظر منك مقطعا صوتيا غادي تهديه للجمهور اللي كيشاهدنا في هذه الحلقة خصيصا وحصريا على قناة سيمو الطياش في جلسة مع فنان. تفضل الأخ ناجي. وهذه سبيسيال ديديكاس فخاطر خويا سيمو الطياش والبرنامج ديالو جلسة مع فنان.
ماذا ينقص الجهة الشرقية كي تتسيد الساحة الوطنية الفنية؟ نعلم بأن هناك إقصاء وتهميش لهذه الجهة رغم أنها تتميز أو تمتلك فنانين كبار من الطراز الرفيع ولهم فنون جميلة، فن رائع، وهناك ترسانة من النجوم الذين أقصاهم الإعلام بهذه العبارة هذه. شنو كينقص الجهة الشرقية باش تسيد الساحة الفنية الوطنية المغربية؟ شوف خويا سيمون، نجيك من الآخر. فبالنسبة للجهة الشرقية هي مليئة بالطاقات والمواهب الفنية كباقي ربوع المملكة. هذه من جهة. غير في وجهة نظري أنا خاص الفنان هو يعطي قيمة للفن ديالو ويهتم به، باش حيت الفن إلا عطيتيه غادي يعطيك، ما عطيتيهش ما غاديش يعطيك. هذه من جهة. خاص الانسان هو يعطي قيمه للفن ديالو، باش الفن ديالو راه النهار اللي غادي تعطي انت قيمه للفن ديالك فاكيد الفن ديالك غادي يعطيك. كما قالوا جدودنا الاولى، عزت عزك. هذا مثل قديم وكنظن كلشي كيعرف هذه. كباقي المهن ماشي غير الفن، قدر تجاره، جميع الميادين. عزت عزك. لان بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديال هذا السؤال لان كبير بزاف، يعني بلا ما ندخلوا في الحيتيات. والفن بالنسبه للناجي الطلياني، الفن بالنسبه لي هو وسيله من اروع الوسائل ديال التعبير اللي يقدر يعبر به الانسان على الاحاسيس ديالو، على الافكار ديالو. يعني تقدر تكون لوحه مكتوبه، تقدر تكون كتابه، تقدر تكون رقصة، تقدر تكون كلمات والحان كما كنديروا حنا الفنانين الموسيقيين. واش عندك اعداء النجاح في المسار الفني ديالك الاخ ناجي الطلياني؟ الاعداء اي فنان كيكون واصل في حياته وغادي مزيان، فنان رياضي مقاول، اي واحد كيكون ناجح في حياته وغادي مزيان الا كيكون عنده اعداء. هذه من جهه. بالنسبه للناجي الطلياني عنده بعض الاعداء اللي كيحاولوا انهم يشوهوا السمعه ديالو، كيحاولوا انهم يطيحوا المعنويات، كيحاولوا انهم ماشي بزاف، واحد النسبه قليله، ولكن هادشي ما كيهمش. عندي واحد الجمهور اللي هو جمهور كبير بزاف اللي كيبغينا وكيغطي على داكشي كامل. ومن هذا المنبر كنشكر الجمهور ديالي، كنشكرو يعني شكر جزيل الشكر للجمهور ديالي اللي كيبغيني وكيحبني، اللي هو كبير بزاف، يعني جمهور عفير اللي خارج وداخل ارض الوطن، اللي معايا وديما معايا وعندي فوق الراس وكنبغيه وكنموت عليه. هذا هو اللي كيخليني انني ننسى دوك الاعداء ولا شي حاجه بحال هكا وما واش كاين جديد في الاسواق؟ شنو هما جديد اعمال الاخ ناجي الطلياني؟ تكلمنا على الجديد ديالك وباش حتى الجمهور يكون عندهم فكره مبدئيه على جديد الناجي الطلياني، لان هناك جمهور كبير ينتظر كل اعمالك الجديده. لان صراحه حينما يكون شخص يغني او يعزف باحساس فاكيد ان ذلك الاحساس فهو يصل الى قلوب الاخرين او المتلقي الذي يتلقى. بالنسبه للجديد فالجديد هو موجود حاليا، خدامين على مجموعه من الاغاني عندي ديالي اللي هما من الكلمات والالحان ديالي 100%، اللي غادي يكونوا ان شاء الله قريبا، غادي يكونوا ان شاء الله في الاسواق على جميع المنصات، يعني في اليوتيوب، انغامي، سبوتيفاي، على بزاف ديال المنصات. وان شاء الله بالنسبه للجمهور غير يطمئن، راه الجديد دائما وابدا دائما موجود.
كلمة أخيرة الأخ ناجي الطلياني لبرنامج جلسة مع فنان. صراحة ما سقيلاش بيك، وكانت حلقة رائعة معك وجلسة متميزة بكل صراحة. كلمة أخيرة للجمهور برنامج جلسة مع فنان. وكنشكر الجمهور ديالي بزاف بزاف على الوفاء ديالو والاخلاص ديالو، كنبغيه وكنحماق عليه حتى انا دائما. وبالنسبه ليك اخويا سيمو، كنشكرك بزاف 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 على الاستضافه ديالك، وكنشكرك بزاف على لانك كتهتم بالفنان. وبالنسبه للبرنامج ديالك يعني برنامج زوين في المستوى، وكنشكرك جزيل الشكر، وتحيه ليك والبرنامج ديالك جلسه مع فنان، وكنتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وراك غادي في مسار زوين وزوين بزاف. شكرا، تبارك الله عليك. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة استضفنا فيها الفنان ناجي الطلياني، فنان متميز متألق، تعرفتم عليه عن قرب وعن جديد أعماله وعن أخباره وعن الامتيازات التي يمتاز بها. هكذا هي جل الحلقات التي نقدمها نحن في برنامجنا جلسة مع فنان، والهدف من هذا البرنامج هو تقريب الفنان من جمهوره. أتمنى أن نكون دائما عند حسن ظنكم، وأتمنى أن يكون حضور لكل الفنانين المغاربة والإخوان والأشقاء العرب في هذا البرنامج ليلونون صورته الجميلة. ولا تنسوا تدعيمنا وتشجيعنا على الاستمرار بالبارتاج والاشتراك في هذه القناة، قناتنا السيمو، قناة السيمو الطياش. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام الحلقة. تحياتي لكم من عند أخوكم السيمو الطياش، وشكرا على متابعتكم المتكررة لنا، وشكرا على تشجيعاتكم. تحياتي.